اهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عنها. معقول؟ لا مش معقول. ايه اللي بيحصل ده؟ انا مخي مش قادر يستوعب. جماعة اتاك از باك. اللي فيكم لسه مش فاهم انا اصلا بتكلم عن ايه، انا النهارده جايه اتكلم عن اتاك اون تايتن. قصه بدأناها من 2013 والصدمه اللي عملها الانمي ده في عالم الانمي. كملنا وكملنا وقعدنا ننط في الاحداث بتاع 50 سيزون كده، بس ده حصل. احنا وصلنا السيزون الاخير. بصوا، هو اصلا سيزون 4 بادئ بقاله بتاع سنتين ولا حاجه، بس احنا في البارت الاخير من السيزون الاخير. معلش الموضوع معقد شويه. ومره واحده ينزل التريلر ويقول لك ميعاد اول حلقه 3/3. كل الناس طلعت بتحب التواريخ المميزه، حتى جماعه بتوع اليابان، اللي هي اصلا المفروض 3 حلقات بس في حلقة واحدة. ساعة كاملة من التتنيح والعياط والصدمات. في الأول خالص بيبين لك بيز كده علشان يبدأ يحمسك ويشدك شوية، اللي هو كده بص في حاجة حلوة جاية قدام، اتقل بس. اما بقى في نص الحلقه، او ممكن نعتبرها كانها في فيلم مثلا، بتبدا المواضيع تسخن وتوضح شويه. اما في التلت الاخير خد بقى، لا بجد خد بقى، نفس بالظبط فكره السرد في الافلام. وعلشان كده انا من شويه قلت عليه فيلم، والحقيقه من وجهه نظري دي حاجه عبقريه جدا. يبدا الموسم الاخير بحاجه زي كده، الناس دي فاهمه جدا هما بيعملوا ايه. واعتقد برضو انهم عملوا كده علشان يعوضوا الجاب الكبيره بين اخر حلقه نزلت من كتير قوي والسيزون ده. الموضوع لما بيقلب بيزنس بيبقى سخيف جدا، ومحدش يقدر ينكر كميه الدراما اللي حصلت. عمو اصلا اللي كاتب الانمي، مش هقول اسمه عشان كده كده في الاخر بنطقه غلط، كان بيقول من ضمن الدعايه اللي نزلت قبل ما الحلقه تنزل، يعني علشان يحمس الناس ان هم يتفرجوا عليه، انا هدفي اللي يتفرج عن الحلقه دي يخرج معيط. صديقي، هو مش كفايه الاحزان اللي احنا فيها؟ هتبقى انت والدنيا علينا؟ وبعد كل العياط ده يجي في الاخر حد كل معلوماته عن الانمي كرتون الاسد الملك ويقول لك اصل هو الانمي ده كرتون معمول للاطفال، المنظر ده معمول للاطفال. انت مقتنع بده؟ دول بيدقوا الارض. والتفاصيل، التفاصيل في كل حاجه، رعب الناس لدرجه ان حد مسك مسدس وموت نفسه قبل ما العمالقه تيجي تسويه بالاسفلت. هاشتاج اعقل واحد في الحلقه. على راي شخص ما في محاضره كان بيقول لنا انت كده كده هتعاني، فعلى الاقل اختار الطريقه اللي حابب تعاني بيها. الملخص، تقدر تقول اني كنت متعرض للصدمه اغلب الحلقه. وصديقي انا مش فاهمك، انت معانا ولا علينا ولا بتكرهنا ولا حكايتك ايه؟ ايه؟ طب ابعت لنا جواب، قولنا انت بخير ولا ايه؟ طمنينا عليكي. اجيب 2 ليمون؟ يعني والله بجد فاكس الدك ده كله ونجيب 2 ليمون وثانيه واحده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ خلي بالك اللي جاي ده حرق، فلو مش حابب يتحرق عليك حاجه كمل من اول الدقيقه لا تظهر قدامك. وكنا قاعدين بنتفرج على الحلقه عادي ودك الارض وكل الحاجات اللي بتحصل دي، لحد ما حصل اللي حصل. حصل اللي المفروض ما يحصلش. هانجي ماتت. انا فاكر اخر مره زعلت على شخصيه كده لما ماتت في انمي كان في ديس نوت، وزعلت على زعل غون لما كايتو مات. وقبل ما اكمل كلامي خليني اقول اني اصلا كنت شفت المانجا من زمان قوي، يمكن من نهايه الموسم الثالث. صراحه ما كانش عندي خلق اقعد استنى كل السنين دي، بس فعلا الرسم والتحريك في الموسم ده حاجه تانية.
المعنى الحرفي لكلمه واه. يا جماعه انا كحد بيرسم بقف قصاد الناس دي وبحس ان انا عايزه انط من البلكونه، وده عشان احنا في الدور الاول وكده كده هنزل سليم، بس انتوا فهمتوا المبدأ يعني. والفكره فين؟ الرسم مش سي جي، مش بنفس عفانة بداية السيزون الرابع. هو شبه كتير الاستوديو الاول اصلا بتاع الانمي، يعني السيزون الاول والتاني والذكريات الجميلة دي، بس طبعا بديتيلز احسن بكتير. انا بقول لك اول سيزون كان في 2013، احنا في 2023، يعني 10 سنين. فاهم الموضوع؟ وكل الكلام ده يبرر هم ليه اخدوا كل الوقت ده. فخلاصة الموضوع، انت جاي تديني قصة حلوة جدا ورسم وتحريك عظيم جدا جدا، بس خلاص يعني انت عايزة تاني. الهايب اللي حاصل على اتاك جايز ناس كتير تشوفه اوفر وحاجة كبيرة على الفاضي، بس الحقيقة هو حاجة كبيرة فعلا بس حلوة قوي. يعني مثلا اللي فهمته ان بارت 3 دوت هو الحلقة اللي نزلت دي بس حلقة مدتها 60 دقيقة، تخرج منها الحاجة الوحيدة اللي انت بتقولها انا مبسوط، انا مرضي، انا مبهور بكل اللي بيحصل من رسم والوان وتحريك واحداث. وكمان انا حزين على اللي حصل، وجايز خلايا مخي محتاجه يومين على الاقل علشان تتعافى من كل الحاجات اللي حصلت. حاجات زي انك تشوف الصراع النفسي بين الشخصيات، هل اللي ايرين بيعمله ده صح، هل غلط، طب نوقفه ما نوقفوش، طب هو بيخدعنا ولا ناوي يعمل كده فعلا. بالاضافه كمان للصراع اللي جوه ايرين ذات نفسه، واللي بالمناسبه اتعمل كويس جدا في المشهد ده. الموضوع اكبر من انه انمي عدى كده وخلاص. واخر حاجه انا حابب اختم بيها الفيديو ده، النهاية حدث زي اللي حصل ده الصراحة كنت حابب جدا جدا اتكلم عنه. وطبعا ما تنسوش لو بتشوفوا الفيديو ده من على فيسبوك تعملوا لايك وكومنت شير، لو بتشوفوه من على يوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وزرار الجرس. وبس كده، سلام.